سيدنا محمد، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ايه رايكم في طبق الفراخ المشوي الجميل ده؟ عاملاه بتتبيله جميله فريش وخطيره قلب ريحه البيت. يلا بينا نشوف الطريقه. معانا يا حبايبي فرخه كبيره اهي مقطعاها ومشرخاها. بصوا، اللهم صل على سيدنا محمد. فصلها من عند العظم كده علشان التتبيله تشربها كلها، تبقى جميله في الشوي. اللهم صل على سيدنا محمد. معانا بصلتين صغيرين متوسطين يعني، وفلفلتين وطماطميتين هنفرمهم. معانا التوابل بتاعتنا، معلقة ونص فلفل اسود، ومعلقة صغيرة كمون، ومعلقة صغيرة كزبرة، نص معلقة صغيرة قرفة، ونص معلقة صغيرة حبهان، ومعلقة سكر، ومعلقة ملح، وليمونة كبيرة، معلقتين خل، معلقتين زيت. هنفرم التتبيلة بتاعتنا بقى. اللهم صل على سيدنا محمد. هنحط التتبيلة بتاعتنا يا حبايبي اهي. اللهم صل على سيدنا محمد. حط الليمونة الكبيرة اهي. اللهم صل على سيدنا محمد. معلقتين خل، معلقتين زيت. التتبيلة دي جميلة جدا، وكل المكونات بتاعتها فريش كده وجميلة، والقرفة بتعمل تست جميل في الفراخ المشوية، المشويات عامة يعني. اللهم صل على سيدنا محمد. نجيب الفراخ بتاعتنا، نحط الفراخ بتاعتنا. كده بالتتبيلة، الفتحات اللي فيها كده تغرقها في التتبيلة عشان تشرب منها كتير. بس انا فاتحاها من عند المفصل كده عشان ما تبقاش ايه نية من جوه وهي بتشوي. كده حتة حتة كده. بصوا انا مشرخاها كلها كده. ما شاء الله التتبيلة ريحتها جميلة جدا. بألف هنا لكل اللي ياكل يا رب. هتبل الفراخ بتاعتي كلها وارجع لكم يا حبايبي. تبلت الفراخ بتاعتي يا حبايبي كويس قوي اهي، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على سيدنا محمد. هغطيها بقى وبقيتها في التلاجة لما اجي اشويها. بقيتها ليلة كده كاملة في التلاجة، وارجع لكم بقى لما نخلص. الفراخ بتاعتنا هي يا حبايبي بقت ليلة في التلاجة. هطلعها بقى واحطها على الشبكة في الفرن اشويها واوريها لكم. ما شاء الله الريحة ما شاء الله جميلة. ادي الفراخ بتاعتنا يا حبايبي بعد ما خلصتها من الفرن شواية. اللهم صل على سيدنا محمد. هدخنها اهو، حطيت حبة زيت في ورق الفويل ده عشان ادخنها. هكتمها كده شوية عشان تتدخن بالفحم. ايه يا حبايبي، اللهم صل على سيدنا محمد. جميلة ما شاء الله وريحتها تجنن اهي. لو عجبكم الفيديو
ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في منوعات من منادي.